أداء المقاومة في هذه المرحلة أذهل الجميع. هناك تطور نوعي. حقيقة أن أداء المقاومة خلال كل المحطات الماضية كان فيه كثير من التطور. حتى عام 2014 كان أيضا هناك تطور نوعي، وظهر سلاح الطائرات المسيرة، وظهر أسلحة القنص، وظهرت مدايات طويلة للصواريخ. لكن اليوم في 2021 هناك في نقلة نوعية وهامة وكبيرة تعتمد بشكل كبير على السرعة وعلى الدقة وعلى الضبط وعلى السيطرة وعلى التحكم وعلى القدرة على المباغتة والقدرة على الإيلام. وبالتأكيد هذا كله له حساباته، فضلا عن الأسلحة الكثيرة الجديدة، وعلى رأسها شهاب، الطائرة المسيرة القاصفة والانتحارية كما أسموها، وأيضا الغواصة، وهذا تطور مذهل أيضا في هذا الموضوع، فضلا عن موضوع الصواريخ والعياش 250. أعتقد أنه هذا أيضا وضع الاحتلال في إرباك كبير جدا. لذلك نعم، أداء المقاومة مذهل وأربك الاحتلال بشكل كبير جدا، وأبهر كل من تابع وشاهد أن هنا في غزة يوجد جيش استطاع بالأظافر والأسنان أن يبني قوة يحسب لها حساب وتقف رأسا برأس في مواجهة الاحتلال. القدس كانت هي العنوان. التصعيد كان سببه هو القدس وقضية الشيخ جراح. بالتأكيد كانت القدس ملتهبة خلال هذه الفترة، كانت معركة باب العمود آخر المعارك، لكن قضية الشيخ جراح حقيقة هي قضية هي التي فجرت هذا الموقف. اليوم نقول بشكل واضح أنه طالما أن الشرارة كانت من القدس، فأعتقد أن التوقف عن هذه الحرب أيضا يبدأ من القدس. مهم وضع استراتيجية جديدة. هذه الاستراتيجية أن غزة لم تكن تقاتل من أجل ذاتها، وإنما من أجل قضية كبيرة، وهي قضية فلسطين عموما وقضية القدس على وجه الخصوص. وبالتالي المطلوب اليوم بشكل واضح أن الاحتلال توضع له النقاط على الحروف في شكل علاقته مع القدس. وأعتقد أنه هذه نهاية حقيقية لقضية صفقة القرن وما تبعها من عملية تهويد للقدس ومن نقل السفارة. حتى أمريكا اليوم في عهد بايدن وبعد ما رأت وبعد أن تابعت تصريحاتها كانت واضحة أن صفقة القرن انتهت وأن القدس هي أرض محل خلاف. وأعتقد أن هذا عودة إلى مربع مهم جدا سياسيا النظر إليه. لذلك مطلوب جدا اليوم إيقاف هذه المجزرة تجاه شعبنا الفلسطيني، لكن بالتأكيد العنوان هو القدس. كل من تابع المقاومة، كل من تابع الأداء يدرك أن مستوى الجاهزية مذهل وغير مسبوق، ومستوى حقيقة، وهذه مسألة مهمة، مستوى الضبط والسيطرة والتحكم عالي جدا. الاتصالات والقدرة على ضبط رتم المعركة أعتقد أنه جزء كبير من هذه المسألة. الجاهزية عالية جدا، المعنوية عالية جدا. بالتأكيد هذا كله له إسهامات كبيرة في موضوع تحقيق النصر. هل لدى المقاومة مزيد؟ بالتأكيد المقاومة كل يوم تخرج مزيد. اليوم كان موضوع الغواصات اللي تحمل المتفجرات واللي هوجم من خلالها وبها منصات استخراج الغاز. بالتأكيد هذا يعني له دور كبير وعلامة فارقة، وقد نجد الكثير. الجديد والعجيب المقاومة، حتى أبنائها المقاومة تفاجؤوا من حجم التطور اللي موجود، لأنه هو يعني يخص قطاع أو مجال من المجالات دونا عن مجالات أخرى، لكن المقاومة تتفوق على نفسها. الاحتلال منزعج ومرتبك. هو لم يكن بتقديره هذا المستوى، خاصة من موضوع الصواريخ ومداياتها ودقتها وقدرتها التفجيرية، وأيضا في نفس الوقت أن تكون بهذا العدد. اليوم أعلن عن أن 3000 صاروخ أطلق من قطاع غزة على كافة المدن المغتصبة في أرضنا المحتلة. بالتأكيد هذا له دور كبير جدا في إرباك ساحة الاحتلال. وبالتالي نعم، الوضع الموجود أنه الاحتلال لم يدرك مستوى الجاهزية اللي موجود لدى المقاومة، وهذا فشل استخباري واضح. هذا فشل استخباري واضح. المقاومة فضلا على أنها قادرة على أن تقود المعركة في ظل هذه الغيمة من الطائرات الاستطلاعية والطائرات المسيرة والطائرات التي لا تغادر سماء قطاع غزة، والرصد اللحظي لكل تفاصيل الحياة في غزة. بالتأكيد أن يخرج من بين أكوام الركام التي دمرها وفجرها الاحتلال فوق رؤوس أهلها وساكنها، أن تخرج الصواريخ. أعتقد أنه رسالة مهمة جدا. الاحتلال فضلا على أنه يعاني من حالة إرباك في مواجهة المقاومة،
هو أيضا يعاني من فشل استخباري ذريع، أنه لم يكن يعلم أن المقاومة قد وصلت إلى هذا المستوى، وأعتقد أنه يعيد حساباته كثيرا في هذا الأمر. بالتأكيد كل من يتابع حالة الشعب الفلسطيني عموما يدرك أن مستوى المعنوية هو عالي جدا مرتفع. الأطفال يخرجوا من تحت الركام وهم يرفعون إشارة النصر في غزة. الأهالي يدافعون. الأمر لم يعد فقط في غزة، بل أن يعني هذه الحالة المعنوية التعبوية التي شكلتها غزة انتقلت إلى كل مدن فلسطين، حتى مدن الداخل، حتى في اللد وفي كثير من مدن الأرض المحتلة عام 48، وحتى في القدس، وحتى في الضفة الغربية، وحتى في لبنان في الخارج، الذين خرجوا ويخرجوا كل يوم في لبنان، في الأردن، في أكثر من مكان في أوروبا. بالتأكيد هذه حالة تحقق رفع للمعنوية ليس لغزة فقط وإنما لغيرها. لذلك غزة شكلت رافعة للروح المعنوية ليس لأبنائها وإنما لمجموع المحيط بها وللأمة عموما. وأيضا في نفس الوقت الشعب أثبت أنه مع المقاومة حتى مهما بلغت التضحيات. الاحتلال وقادة الاحتلال في أسوأ أحوالهم، يخرجوا كل يوم بمؤتمرات صحفية، تعبيرات وجههم تشي بداخلهم بما هم فيه. أيضا الحالة المرتبكة لدى شعب الاحتلال هو يعني يشي بذلك. كثير من الكتاب، كثير من التصريحات الصحفية، كثير من الآراء في الشارع تقول أنهم لا يثقوا لا بالتصريحات الصادرة عن الاحتلال ولا بقدرته على حمايتهم، لا جيشا ولا حكومة. وبالتالي هذه أعتقد أنها يعني رسالة مهمة جدا. لذلك وضع الاحتلال وضع صعب، وضع حكومته وقيادته وضع صعب، وضع جيشه وضع صعب. شعب الاحتلال، الشعب في داخل الأرض المحتلة، الشعب الإسرائيلي يرى أن حكومته غير قادرة على حمايته، أن جيشه غير قادر على حمايته. بالتأكيد هذه رسالة لها دلالة كبيرة، وأعتقد أن ثمارها ستكون قريبة. اليوم الاحتلال الذي يخوض انتخابات للمرة الخامسة أعتقد هو يحقق الآية القرآنية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وفي نفس الوقت هذا الانهيار للوحدة الداخلية وهذا الانهيار لعدم القدرة على تشكيل قيادة سياسية وفقدان الثقة ما بين الحكومة والجيش والشعب، أعتقد أن له ما بعده إن شاء الله. قوات برية، أعتقد أن الاحتلال لن يقدم على حرب برية. هو يعرف الثمن ويعرف أن الثمن باهظ وباهظ جدا، وأن هذا سيقلب وسيغير المعادلات بشكل دراماتيكي وبشكل مذهل بشكل كبير جدا. أعتقد أن تجربتهم في 2014 ماثلة أمامهم، لم يتقدموا أمتار ودفعوا ثمنا باهظا. ما زال هناك عدد من الأسرى في يد المقاومة. بالتأكيد مناورة المترو التي نفذوها يعني قبل يومين لم تكن بهدف الدخول البري، إنما كانت بهدف الاصطياد للمقاومة. أعتقد أن زمن ما كانوا يسمونه في جولاتهم التصعيدية ضد غزة قديما، كانوا يسمون مثلا صيد الأغبياء، أن هذا الزمن قد انتهى، وأنهم يتعاملوا اليوم مع مقاومة ذكية تتحرك بحكمة وبذكاء وتدير الصراع على علم، ولديها معلومات عن الاحتلال وتستطيع أن تخفي معلوماتها عن الاحتلال. أعتقد أن هذه معركة لم تبدأ اليوم، إنما هي معركة طويلة ممتدة خلال سنوات عملت على تعميق حالة المقاومة في قطاع غزة. وأعتقد أن العمل في غزة كان على مدار الساعة من أجل الوصول إلى يعني هذه اللحظة المشرفة إن شاء الله. بالتأكيد أمريكا هي تقف موقف الذهول أيضا. هناك تحول في أمريكا، هذا التحول أن أمريكا تفقد الثقة أيضا في أن هذا الكيان يمكن أن يشكل بارجة متقدمة لهم. طوال الفترة كانوا يروا أن هذه الدولة يمكن أن تشكل ذراع طولة في هذه المنطقة التي هي منطقة استراتيجية بالتأكيد. اليوم يفقد الثقة في أن هذا الاحتلال وهذه الدولة قادر على حماية نفسه، فضلا على أن تؤمن حماية، فضلا عن حالة الانسحاب الأمريكي من المناطق في أجواء اللي هو مراكز الصراع اللي موجودة في العالم. بالتأكيد كل ذلك له تداعياته على شكل العلاقة مع أمريكا، ما بين دولة الاحتلال وأمريكا. رغم ذلك ستبقى إسرائيل هي يعني مشروع لأمريكا ومشروع للعالم الغربي على وجه العموم. سيحاول حمايته إلى أبعد مدى، ولكن حمايته
مدخلهم له هو إحياء أوسلو وإحياء مسار التسوية. بالتأكيد يعني القدرة على إحياء هذا المسار أعتقد أنه تلاشى اليوم. الضفة الغربية منتهكة، تم ضم الضفة الغربية فعليا القدس وتهويدها. الصراع يدور على أشده على أننا في الربع ساعة الأخير أو قد انتهى أوسلو. اليوم هم أمام حقائق على الأرض كثيرة. اليوم الأمم المتحدة تحاول الصين وتحاول عدد من الدول أن تخرج بموقف رغما عن أمريكا، لكن بالتأكيد هناك معادلات في العلاقة ومعادلات في الصراع. شعبنا الفلسطيني هو يدفع ثمنها. نحن في ذكرى النكبة ونقول إنه إحنا شعبنا نكبته ليست فقط التي وقعت في منذ عام 73 منذ 73 سنة، وإنما هي نكبة متجددة. وما يجري اليوم هو تجديد للنكبة. النكبة قائمة، ولكن النكبة اليوم تمحى تحت أقدام المجاهدين وتمحى في يد وأزناد المقاتلين، لأننا نرى الجيل الذي راهنوا على أن الكبار يموتون والصغار ينسون، أن هذا الجيل هو الذي يعني يطلق هذه الصواريخ، وهذا الجيل الذي راهنوا على أن يندثر هو الذي يقوم من تحت الركام ليحيي هذه القضية بشكل كبير. لذلك أقول أن الأمم المتحدة لم تأخذ دورها. أمريكا تعاني من وجود هذه الدولة التي غير قادرة على حماية نفسها أمام منطقة ضعيفة صغيرة هي غزة. بالتأكيد هناك معادلات كثيرة تجري على الأرض.